انا بقول من دلوقتي عشان يبقى الامر واضح، لان قلت بالنسبه لبره مرسي كمان هيطلع براءه بوضوح شديد. مرسي هيطلع براءه؟ براءه. ليه؟ ازاي يا استاذ عبد الحليم؟ لانه في خلل جوهري زي ما قلت لحضرتك في طبيعه المحاكمات. انت بتحكم بالقانون العادي. تعالى لي انت متهمه بقتل، اهلا وسهلا. لا ده في خيانه عظمى وفي قضيه الهروب الكبير وتخابر، يعني خيانه. ده بديع لوحده واخد 12 اعدام تقريبا. ايوه يا ستي، واخد 12 اعدام في محاكم الجنايات. ولسه في محكمه نقض. ما هو مبارك كان واخد سجن مؤبد يا استاذه جدا. ايوه صحيح. يعني ما احنا يعني ايه، محدش يغشنا. فلسه في محكمه نقض. وانت عارفه انا عندي سؤال، ان الطعن بالنقض في احكام الاعدام لزومي على النيابه العامه، يعني مش لازم المضار هو اللي يطعن، ده النيابه العامه ملزمه بانها تطعن، ولذلك حكمه ان انا ما اقدرش انفذ حكم اعدام من محكمه الجنايات. لو في حكم سجن انفذه لحد ما الطعن بالنقض تبان نتيجته، لكن حكم اعدام هنفذه ازاي وافرض طلع في قابل خليني اسال حضرتك هنا سؤال مهم جدا الحقيقه. فيعني دي واحده من سمات النظام القضائي المصري. فانا اقدر اقول لسيادتك ان كل احكام الاعدام اللي هي تقاطرت بالمئات دي، ايوه على كل جماعه الاخوان والناس تقاطرت بالمئات، وفي ناس منهم واخدين اعدام كذا مره، يعني هيعدم 5 مرات و6 مرات، كلها اعدامات على الورق. لانها في النهايه ما فيش اعدام ولا واحد. كلها كل اللي عملته ان جابت لنا سواد الوش في الدنيا كلها، مش اكتر من كده. لكن هم بالسيناريو اللي موجود ده بكره افكرك، مش بقول لك ان ده القضاه واقفين ضد، لا هو ده القانون المصري. القانون اللي موجود دلوقتي هيعمل كده. بيؤدي الى ذلك انه هتعاد المحاكمات وبالتالي تلغى احكام الاعدام.